بسم الله الرحمن الرحيم. خير الكلام وقل وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى محمد بن عبد الله. أما بعد، النهاردة بإذن الله موعدنا مع أول محاضرة في فرع التكامل المشتق من مادة الكالكولاس. تمام، ده بداية يعني للنهاية. تمام، اللي هو آخر حاجة معانا في المنهج السنة دي في يعني الجزء الأول من السنة. تمام، فإن شاء الله يعني يكون سهل وبسيط وأقدر أفهمه لك بكل بساطة. يعني بص، يعني هيبقى سهل جدا معانا لو ركزت معايا وفهمت معايا. هقسمه لك لأجزاء، لو شفت كذا اعمل كذا. يعني إن شاء الله تكون الدنيا بسيطة وسهلة معاك، والأمور تمشي بسلاسة وسهولة. فقبل ما تبدأ، ما تنساش تصلي على خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يلا بينا. و يلا نبدأ. أول حاجة مثلا معانا تكامل عادي جدا. هنقول بص، تعريف التكامل ما يفرقش معايا في أي حاجة. فأنا هبدأ عادي جدا، مثال عادي، وهقول لك طريقة الحل بتبقى ازاي. تكامل مثلا، ناخد اول مثال معانا. لو قلنا اكس اس 3 اس دي، السؤال بقى جالي كده بيقول لك كامل لي دي. هكملها ازاي يا باشمهندس؟ هنكتبها يساوي التكامل بقى ايه. اهو ده هنكمل ده. يقول لك ايه؟ زود واحد على الاس واقسم على الاس الجديد وياك تنسى الثابت. تمام يا باشمهندس؟ بنعمل ايه؟ بنزود واحد على الاس. اهي اكس اس 3 هنزود عليها كام؟ واحد. يبقى اكس اس كام؟ اكس اس 4. وهنعمل ايه؟ وهنقسم على الاس الجديد. يعني ايه؟ هتبقى اكس اس 4 على 4، وإياك تنسى الثابت. دي أهم حاجة، ولا على طول بتتنسى يا باشمهندس؟ تمام، فإن شاء الله يعني تفتكرها وتبقى الدنيا سهلة معاك. هي الفكرة بتاع السؤال كده. يعني دي أول حتة معانا، بقول لك إيه؟ زود واحد على الأس واقسم على الأس الجديد وإياك تنسى الثابت. طب مثال كمان معانا. هنقول إكس أس إكس أس كام مثلا؟ أس 5 اس دي بيساوي كام؟ زي ما قلنا نزود واحد على الأس، يبقى إكس أس كام؟ أس 6. وهنقسم على الأس الجديد. الأس الجديد كام؟ 6. وإياك تنسى الثابت. خليك حافظ كده. هنزود واحد على الأس وهنقسم على الأس الجديد وإياك تنسى الثابت. تمام. طب سؤال كمان، نفس الفكرة بتاعتنا. هنقول إيه؟ تكامل 5 على إكس أس 3. هتقول لي يا باشمهندس دي حاجة غير اللي كنا بناخدها دي، دالة كسرية. هقول لك عيب عليك يا باشمهندس. طبعا هنا اس دي مش دالة كسرية. لو عندك أس في المقام موجب بيطلع في البسط ايه؟ سالب. أي حاجة في المقام أس موجب هي في البسط أس سالب. تمام. تمام، فهنكتب هي هنكتب بتساوي التكامل لسه هنكتبه زي ما هو. 5 دي، معلش، 5 كده بالانجلش. 5 اكس أس سالب 3 اس دي. انا كده يا باشمهندس لسه ما كملتش. هكمل ازاي؟ احنا قلنا ايه؟ نزود واحد على الأس ونقسم على الأس الجديد وياك تنسى الثابت. هزود واحد على الأس هكتبها كام؟ هكتب إكس أس سالب 4. هتاخد صفر عادي كده يا باشمهندس. ليه بقى؟ لأن دي سالب 3، هنزود عليها واحد هيدينا كام؟ إكس أس سالب 2. وهنقسم على الأس الجديد على سالب 2 وياك تنسى الثابت. كلام في منتهى الجمال. أي حاجة يا باشمهندس كده بتحل كده في الحتة دي. أي حاجة. هجيب لك سؤال بقى، ومن هنا ننتقل على الحتة التانية بتاعتنا اللي بنقول عليها. يعني هي يعني بننتقل من جزئية لجزئية. أول حاجة قلناها، لو عندك أس عادي جدا وعايز أكمله في البسط، يعني ده لك كسرة حدود عايز أكملها بتكمل كده. تمام. فلو عندي واحد على إكس، ده السين، ده الاس دي يعني. تمام. عايز أكمل ده. احنا قلنا لو أي حاجة في المقام أس موجب هي في البسط أس سالب. طب همشي معاك يا باشمهندس. هنقول إيه؟ إكس أس سالب واحد اس دي. عايز أكملها، عايز أعملها تكامل. أكملها إزاي؟ هنزود واحد على الاكس ونقسم على الأس الجديد وهي تنسى الثابت. تمام. هنزود واحد يبقى ادينا كام؟ اكس أس صفر على صفر. هل ده يعني منطقي؟ طبعا لا.
طب في الحالة دي بعمل ايه؟ هننتقل على الجزئية التانية بتاعتنا اللي هي ايه؟ هنعمل كده 1/x دي اس دي. تمام. هقول لك تشتقها ازاي دلوقتي، هقول لك هكملها ازاي دلوقتي. هنكتب هيساوي دي قاعدة خاصة من لما يبقى الأس في المقام. لما يقص في المقام بنعمل له ايه؟ بنطلعه في البسط أس اللي هو سالب بنخليه موجب في البسط، اللي هو موجب بنخليه سالب في البسط ونكمل عادي جدا. طب لما يبقى أس واحد خليك احفظها، بيساوي لن مقياس المقام. لن مقياس المقام، لن ايه؟ مقياس الاكس. هو ده التكامل بتاعها، لان اللي هي لوغاريتم للاساس اي او ه، العدد الطبيعي. تمام تمام. طب يا باشمهندس لو جات لي كده 5/x اس دي اكملها ازاي؟ يا باشمهندس ده رقم صحيح عادي جدا بيطلع بره التكامل عادي. هننزل 5 ونكمل ده عادي. تكامل 1/x لن مقياس الاكس. كلام جميل، كلام رائع. ودي الجزئية التانية بتاعتنا في الشرح بتاعنا. تمام. هنخش على النقطة اللي بعد كده. وطبعا كده حل مظبوط. تمام. انا لو حليت كده ووقفت هاخد صفر. ليه بقى؟ لان ما كتبناش زائد ثابت زائد ثابت وكنا ننسى باشمهندسين. تمام. اخر حته معانا في الجزئيه دي معلش بس افتكرتها عشان ما انساهاش. لو كتبنا كده هنقول مثلا ايه؟ اي على اكس. هو ايه الاي ده يا باشمهندس؟ هشتقها ازاي او اكملها ازاي؟ معذره. الاي ده يا باشمهندس ده رقم ثابت وبيبقى موجود على الاله ب 2 بوينت تقريبا 200 او 800 وحاجه يعني. ده رقم محطوط على الاله، رقم يعني عادي. هنطلعه بره التكامل زي ما طلعنا الخمسه بره. هنقول اس دي طبعا هنقول هيساوي اي لن مقياس المقام وياك تنسى الثابت. تمام تمام. دي اول جزئيه معانا. هنخش على الجزئيه اللي بعد كده. النقطة اللي بعد كده يا باشمهندس، انا بص هكتب لك السؤال وانت هتلاقي فيه مشكلة فاحنا هنحل المشكلة مع بعض. تمام. هكتب لك السؤال اهي. هنعمل كده تكامل افتح قوس 2 x زائد 5 الكل أس كام؟ أس 7 اس دي. طب هو ينفع اشتقها اكملها كده يا باشمهندس؟ ممكن معذرة. ممكن تقول لي هفك ده هتفك. عارف ده لو اتفك هيطلع كام حد؟ هيطلع تقريبا 8 حدود. تمام تمام. فهعمل ايه؟ في قاعدة جميلة جدا بتقول لك ايه؟ لو عندك دالة جوه قوس مشتقتها بره القوس هنعمل ايه؟ هنزود 1 على القوس ونقسم على الأس الجديد وإياك تنسى الثابت. تاني يا باشمهندس، لو عندك دالة جوه القوس مشتقتها بره القوس هنزود 1 على الأس بتاع القوس وهنقسم على الأس الجديد وإياك تنسى الثابت. تمام يا باشمهندس؟ تمام. طب انا دي انا عايز ايه؟ عايز اشتقاق بره دي. طب دي اشتقاقها ايه؟ لو اشتقنا اللي جوه القوس هيدينا 2. طب هنا يا باشمهندس مفيش 2. يا عم حط هنا 2 وحط هنا نص. اثر معاك في حاجه؟ 2 في نص بواحد اكنك ما عملتش حاجه. تمام تمام. يعني كده دي بقت مشتقتها بره. لو عندك داله جوه القوس مشتقتها ايه؟ علم لك عليها عشان تبقى مركز. مشتقتها بره القوس هنزود 1 على القوس ونقسم على القوس الجديد وهي تنسى الثابت. يعني ده هنكمله ازاي يا باشمهندس؟ تكامل ده هيطلع ايه؟ هنكتب القوس زي ما هو 2 x زائد 5 لكل قوس 8/8. وخلي بالك من النص ده يا باشمهندس زائد طبعا ما تنساش الثابت. ودي كلها اختصارات يعني. ممكن نكتب 1/16 2 x زائد 5 الكل أس 8 زائد ثابت. تمام تمام. ده ايه؟ لو عندك دالة جوه القوس مشتقتها بره القوس هنعمل ايه؟ هنزود 1 على الأس وهنقسم على الأس الجديد وإياك تنسى الثابت. وطبعا لو في أرقام بره بنضرب فيها. لو في أرقام بره بنضرب فيها. تمام تمام. مثال كمان يا باشمهندس. معذرة. تمام. هنكتب مثلا عندنا ايه؟ تكامل 2 x أس كام؟ أس 2. افتح قوس هنكتب x
أس 3 زائد 5 لكل أس كام؟ أس 6 اس دي. عايز أكمل دي يا باشمهندس، هكملها ازاي؟ احنا قلنا ايه؟ لو عندك دالة جوه القوس مشتقتها بره القوس، هنعمل ايه؟ هنزود واحد على الأس ده وهنقسم على الأس الجديد، وإياك تنسى الثابت. تمام. طب أنا عندي إيه دلوقتي يا باشمهندس؟ عندي 2 إكس تربيع. هل ده مشتقات ده؟ لأ. طب ده لو اشتقينا هيدينا إيه؟ لو اشتقينا يا باشمهندس اللي هو القوس ده هيدينا كام؟ هيدينا 3 إكس تربيع. طب هو بيختلف عن ده في إيه؟ ده 3 وده 2. الاتنين دي مضروبة صح؟ صح يا باشمهندس. هننزلها 2 كده بره التكامل. تمام؟ تمام. والتلاتة دي مضروبة جوه القوس صح؟ هنطلعها مقسومة بره، يبقى 2/3. يبقى كام؟ 2/3. ونحط يعني مثلا هنشيل الاتنين دي كده ونحط هنا 3. يبقى كده بقت ايه؟ بقت دي مشتقة لدي. طب انا مش عارف ايه اللي انت عملته، ممكن يطلع غلط. طب اضرب يا باشمهندس اضرب الكلام ده اللي بره ده في التلاتة دي. التلاتة هتروح مع التلاتة والاتنين هتنزل هنا، ولا اكن عملنا حاجة. يعني لو عندي رقم جنب هنا مش المشتقة، اعمل ايه؟ هطلعه بره تكامل. ولو عندي هنا الرقم المفروض هيبقى مضروب في المشتقة اللي بره مش مضروب، هنطلعه بره مقسوم. تمام. تاني يا باشمهندس، لو عندي اللي بره القوس مضروبة في رقم اطلعه بره مضروب. لو اللي جوه القوس مضروبة في رقم ومش موجود بره اطلعه بره مقسوم. وعلى فكرة الأسئلة دي يعني حلوة، وهي أفكارها أو أفكار جميلة جدا. فهنعمل إيه؟ 2/3 تنزل زي ما هي بره التكامل. ودي طبعا لو عندك دالة جوه القوس مشتقتها بره القوس هنعمل ايه؟ هنزود واحد على الأس وهنقسم على الأس الجديد، وإياك تنسى الثابت يا باشمهندس. هنقول ايه؟ 2 إكس، معذرة، إكس تكعيب زائد 5 لكل أس كام؟ أس 7 يا باشمهندس. وهنقسم على الأس الجديد اللي هي في كام؟ في 1/7 زائد الثابت. عايزين نظبط السؤال يا باشمهندس، هنعمل ايه؟ 2 على كام؟ على 3 في 7 ب21. 2/21 مضروبة في كام؟ مضروبة في... معلش يا باشمهندس، الحتة دي اتقصت بس من الفيديو، فكملت السؤال بس يعني، فمفيش حاجة. تمام. السؤال اللي بعد كده فكرة حلوة جدا، يعني فكرة جبارة. يعني انت هتبص على السؤال ده ده كسر عادي جدا، بس لو بصيت نظرة ثاقبة هتلاقي حاجة غير كده خالص. يعني لو جيت اطلع ده في البسط هنعمل ايه؟ هنكتب اكس تكامل اكس مضروبة في ايه؟ افتح قوس كده، اكس تربيع ناقص 3 اكس تربيع ناقص 3. لو شلنا الجذر التربيع يا باشمهندس ممكن نكتب ايه؟ اس نص. طب اس نص في المقام اي حاجة في المقام اس موجب، هي في البسط اس سالب. رابع يا باشمهندس هنكتب ايه؟ اس سالب نص. 1/2. طب ده يا باشمهندس لو جينا نشتق اللي جوه القوس ده هيطلع معانا ايه؟ هيطلع معانا 2 اكس، وهنا بره معانا اكس، يعني ناقص بره في 2، هنا في 2 جوه القوس، هنطلعها بره القوس بكام؟ بنص. زي ما انا لسه قايل يا باشمهندس، لو جوه القوس جوه بنطلعها بره بنص. لو عندك داله جوه القوس مشتقتها بره القوس هنعمل ايه؟ هنكتب هيساوي، هننزل النص زي ما هو، اللي بره ده بره التكامل خليه ننزله زي ما هو. نزود واحد على الأس ونقسم على الأس الجديد، وهي تنسى الثابت. الكلام ده كله على القوس. هنقول ايه؟ اكس تربيع ناقص 3 الكل أس سالب نص. هنزود واحد، سالب نص زائد واحد يدينا كام؟ موجب نص. وهنقسم على الأس الجديد، يعني هنضرب هنا في كمان في 2 تحت زائد سي. هيطلع معاك بكام؟ هيطلع معايا 1/4. بقى ثانية واحدة بس نغير القلم. 1/4 مضروب في كام؟ مضروب في اكس تربيع ناقص 3 الكل أس نص زائد ثابت. تمام. تمام. نخش على آخر جزئية معانا في الفيديو بتاع النهاردة. ثانية واحدة. بص يا باشمهندس هنكتب ايه؟ مثلا عندك تكامل كام؟ 2 اكس على اكس تربيع زائد 5. بص يا باشمهندس، انا لو طلعت ده فوق اس دي طبعا
لو طلعت ده فوق مش هيطلع مشتق لده. طب او مثلا ممكن نعمل ايه، نجرب. هنقول تكامل، هنقول هيساوي اتنين تكامل 2x مضروبة في كام؟ ثانية بس نغير القلم. هنقول 2x دي كام؟ x تربيع زائد 5 الكل أس كام؟ أس سالب واحد. هنزود لما نيجي لو دي مشتقة لده هنزود واحد على الأس هيطلع بكام؟ يطلع معانا بصفر. هل ده ينفع؟ احنا قلنا ما ينفعش. لما كان هناك معانا واحد على اكس في المقام قلنا بتساوي ايه؟ بتساوي لن مقياس المقام، لن مقياس الاكس. تمام يا باشمهندس. طب هنا عندك ايه؟ هنا بيقول لك في قاعدة مهمة جدا نحفظها وركز فيها جدا. بيقول لك لو عندك البسط مشتقة للمقام هناخد لن مقياس المقام. لو عندك بسط مشتقة مقام هناخد البسط، هناخد المقام لن المقام. يعني لو عندك بسط مشتقة مقام هناخد لن مقياس المقام. تمام يا باشمهندس؟ تمام. طب هنا البسط كام؟ 2x. طب مشتقة المقام بكام؟ مشتقة المقام ب 2x. يبقى كده عندي البسط مشتق المقام، يبقى هناخد لن المقام، لن مقياس المقام. يعني هتساوي كام؟ هتساوي لن مقياس المقام. المقام كام؟ 2x تربيع زائد 5. تمام يا باشمهندس؟ تمام. زائد ثابت وإياك تنساه. تمام يا باشمهندس؟ تمام يا باشمهندس. طيب سؤال كمان على الجزئية دي. هنقول تكامل 3x تربيع على x أس 3 زائد 5. هل بسط مشتق المقام؟ تعال على جنب. مشتق المقام هيطلع معاك بكام؟ هيطلع معاك ب3 x تربيع. لو البسط مشتق المقام هناخد لن مقياس المقام. لو البسط مشتق المقام هناخد لن مقياس المقام. تمام يا باشمهندس؟ تمام يا باشمهندس. ده طلع نفس ده، يبقى ايه؟ يبقى البسط مشتق المقام هنعمل ايه؟ هناخد لن مقياس المقام. طب ليه يا باشمهندس بناخد مقياس؟ طيب هقول لك. لان ما ينفعش الرقم اللي قدام اللين ده يطلع بسالب، لان مستحيل يطلع بسالب. تمام تمام. فاحنا بناخد مقياس للاحتياط. تمام. اخر سؤال معانا في الفيديو بتاع النهارده. يعني بص هنختم بيه ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده، وسؤال يعني برضو كويس وفيه فكرة يعني. فهنقول ايه؟ هنقول تكامل واحد ناقص اكس على اكس تربيع. واحد ناقص اكس تربيع على واحد ناقص اكس على اكس تربيع. هنقول مثلا ناقص 2 اكس زائد واحد. تمام يا باشمهندس؟ اس دي عايز اشتق، عايز اكمل ده، اكمله ازاي؟ طب هل البسط مشتق المقام؟ طب تعال نجرب. هنشوف مشتقة المقام بكام. مشتقة المقام ب2 اكس ناقص 2. هل ده هو ده؟ لا يا باشمهندس. طب انا عايز اخلي البسط مشتق المقام، هعمل ايه؟ ركز معايا. هنا اكس، هنا سالب اكس، وهنا 2 اكس، وهنا واحد، وهنا سالب 2. ممكن نضرب في سالب 2. لو ضربنا فوق في سالب 2 هيدينا كام؟ هيدينا سالب 2 زائد 2 اكس. هنصلحها هيدينا 2 اكس ناقص 2. هو ده يا باشمهندس؟ ايوه هو ده. طب لو انا ضربت جوه في سالب 2 يبقى اقسم بره على سالب 2. على كام؟ على سالب 2. تعال نظبط السؤال بتاعنا. يقول لك تكامل سالب 2 بره، -1/2 بره. هنقول 2 اكس بعد ما ضربت في سالب 2 ناقص 2 على اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد واحد اس دي. هل البسط مشتق المقام؟ اي نعم البسط مشتق المقام. هنعمل ايه؟ هناخد لن مقياس المقام زائد الثابت. هناخد لن مقياس المقام. مقياس المقام كام؟ اكس تربيع. اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد واحد. خلي بالك ده كله ايه في المقياس زائد الثابت بتاعك. وخلي بالك الرقم اللي بره تكامل قبل ما تكتب حساباتك تنزله قبل اللين هنا -2. تمام تمام. ودي كان اخر جزئيه في فيديو النهارده. ان شاء الله يعني باقي معانا جزئيتين مهمين جدا جدا جدا، ويعني هما دول
اهم حاجه واصعب حاجه في التكامل، ان شاء الله مش هيكون صعب، هشرحهم لك بطريقه ممتازه جدا. ده كله غير التكامل المحدود. هيبقى معانا 3 جزئيات: تكامل بالتعويض، تكامل بالتجزيء، والتكامل بالتجزيء ده مهم جدا وصعب جدا، ان شاء الله هيظبط الدنيا معاك. بس انا بقول لك صعب لانه فعلا حرفيا صعب. والتكامل المحدود، التكامل المحدود سهل جدا، ولو جاء ام سي كيو يعني ده بيتحل على الآلة. وعموما التكامل ده كله، التكامل والاشتقاق كله بيتحل على الآلة، وان شاء الله بعمل لك فيديو خاص بالآلة. وفي النهاية شكرا لاستماعك، وما تنساش تصلي على خير أنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.